اهلا بيكم في الفيديو ده. لو ناوي تشتري شقة او ارض بعقد عرفي، اكيد عندك اسئلة كتير جدا، منها يعني ايه دعوى صحة توقيع، هل بتخلي العقد رسمي ومسجل في الشهر العقاري، امتى لازم ارفعها، ازاي اضمن ان التوقيع مش هيتم انكاره في المستقبل، واهم حاجة لازم اخلي بالي منها في عقد البيع قبل ما اشتري او امضي على العقد. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها مع بعض ببساطة وبلغة سهلة كل الناس يفهموها، عشان تبقى عارف حقوقك قبل ما تمضي على أي ورقة تخص أي معاملات مدنية ستقوم بها. أول حاجة، يعني إيه دعوى صحة توقيع على عقد البيع؟ دعوى صحة توقيع هي دعوى بتترفع في المحكمة علشان تثبت إن التوقيع اللي على العقد حقيقي لمن نسب إليه، يعني اللي باع لك العقار مضى فعليا وما يقدرش ينكر في المستقبل التوقيع. بس خليك فاهم كويس، الحكم في الدعوة دي مش معناه تسجيل العقد في الشهر العقاري، هي بس إثبات إن العقد ده توقع بإيد البايع فعلا لتجنب إنكار التوقيع في المستقبل. طيب امتى ارفع الدعوة دي؟ لما تشتري شقة او محل او ارض بعقد عرفي ومش هينفع تسجل في الشهر العقاري لسبب ما، زي تكلفة التسجيل او حتى ان الشيء اللي اشتريته في مكان لا يمكن تسجيله في الشهر العقاري، ساعتها وبدون تفكير لازم ترفع دعوى صحة توقيع، لان ده اقصى اجراء تعمله يحفظ لك حقك ويمنع البايع انه ينكر انه باع لك الشيء ده في المستقبل، او حتى انكار الورثة فيما بعد او في حالة وفاة البائع لا قدر الله. وكمان تقدر ترفع الدعوة دي على اي نوع من انواع العقود او حتى الاتفاقات العرفية اللي بتتم بينك وبين اي حد، وبتكون عايز تثبت صحة توقيعه لنفس الاسباب اللي ذكرناها وتحصل على حكم بصحة توقيعه على هذا المستند العرفي. في الحقيقة الدعوة دي بتحميك من انكار التوقيع، لكن مش معناها انك بقيت المالك رسمي في الشهر العقاري، يعني هي خطوة مهمة بس مش نهاية الطريق. طيب بالنسبة لعقد البيع، ايه اللي لازم ناخد بالنا منه قبل ما نمضي على العقد؟ هقول لك شوية حاجات لازم تراجعها قبل ما توقع على عقد البيع. أول حاجة، لازم نستعين بأهل التخصص المحامي، وبلاش عقود جاهزة من المكتبات لأنها مش بتناسب كل حالة، وأحيانا بتكون فيها بنود ملهاش علاقة أصلا بموضوع البيع أو الاتفاق اللي حصل فعليا بين الطرفين، وبتوقع ناس كتير جدا في مشاكل قانونية كبيرة هم في غنى عنها. تاني حاجة، التأكد إن البائع ليه حق قانوني للتصرف بالعقار وصفته، ومثلا لو في توكيل في المستندات الخاصة بالملكية لازم يتم التأكد من صحة التوكيل ده من الشهر العقاري قبل التوقيع على العقد وسداد أي مبالغ مالية. ثالثا، ولو هتشتري حضرتك من ورثة لازم يكون في إعلام وراثة رسمي، ولو في ورثة قُصّر يبقى لازم يكون في قرار وصاية، ولازم إذن النيابة الحزبية بالبيع لتفادي أي طعن ممكن يحصل في المستقبل. لو المبيع مشاع او في شراكه فيه، لازم تكتب نسبه الشراكه لكل طرف هيبيع لك في العقد. خامسا، التاكد من تسلسل الملكيه للعقود السابقه ومطالبه البائع باي عقد غير متوفر بالاوراق. سادسا، الثمن لازم يتكتب في العقد بالارقام والحروف. سابعا، لو في اي اقساط تتكتب بموعدها، وكمان اشاره الجزائي. الخلاصه، دعوى صحه توقيع مش تسجيل ملكيه، ومش معناها انك خلاص بقيت المالك في الشهر العقاري، لكنها احيانا بتكون الحل الوحيد لو العقد ما ينفعش يتسجل لسبب قانوني او سبب خاص بالتكاليف اللي ذكرناها سابقا، وساعتها بتكون الدعوه دي هي الوسيله اللي تقدر تحميك بشكل ما او بنسبه ما، ويجب عليك اتخاذ اجراءها يعني. ولو حضرتك ناوي تشتري شقه او قطعه ارض، ما تعتمدش على الكلام بس، اعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم القانون. بالغ تحياتي. السلام عليكم.